يعني في احسن من الجمال ده كده. طبعا الحاجات دي انا ما كنت صورتها عشان دي كانت بناء الدولة الحديثة محمد علي باشا، والامبراطورية الكبيرة اللي محمد علي عملها وفصل مصر عن العثمانيين. بصراحة انا مذهول جدا من اللي انا بشوفه ده، رغم ان انا كنت متردد ان انا يعني ما اجيش. بس بصراحة حاجة يعني فوق الوصف. طبعا مش محتاج ان انا اتكلم، لان طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها يعني. كل حاجة شارحة نفسها من غير ما انا اتكلم واقول دي بتاعت ايه بالظبط ودي ايه بالظبط. كمية سياح، كمية سياح كتير. ده كانت شكل السجادة. طبعا انا لو فضلت واقف من هنا للسنة الجاية مثلا قدام الشاشة هنا تعرض كمية صور لحاجات أثرية، معابد وقصور. طب ده تاريخ يوناني، تمام؟ يعني كل ده تاريخ يوناني اللي على الشاشة بيتعرض دلوقتي. كل دمت أمراء يونانيين. طبعا كان ساعتها انتشار الدين المسيحي. تحيا مصر، فعلا تحيا مصر. فاكر واحنا كنا بندرس تاريخ اليونان في الكلية، بس ما كانش يعني بالجمال اللي احنا بشوفه هنا، للأثر اللي بشوفه هنا، للمعلومات اللي بتتعرض على الشاشات. ان شاء الله مش هنكتفي بالمتحف ده، لا ان شاء الله اما المتحف الجديد اللي مبني جنب الاهرامات ان شاء الله يتفتح، ان شاء الله هنروح وهنصور. ان شاء الله هنقدر نقدم لحضراتكم حاجة حلوة، نقدم حاجة تليق بالمصريين، حاجة يعني تقول ان دي مصر صح. مصر، مصر صنعت الحضارة. مصر هي اللي صدرت العلم للعالم كله. طبعا زي ما قلت لو فضلت قاعد من هنا يعني زي ما قلت للسنة الجاية مش يعني مش هيخلص التاريخ، ومش هيخلص العرض اللي بيتعرض على الشاشة ده، لأن يعني مصر صنعت التاريخ من أكتر من 7000 سنة. فأفتخر إن أنا مصري، إن أنا دولتي يعني أقدم دولة على الأرض. ده كان أسلوب الري الابتدائي للزراعة. دي كانت حياة مصر.
الله، الله على الجمال بجد والله. شكل المعمار وشكل البيوت، شوف الخريطة، حاجة حاجة بصراحة لا توصف. ده العملات، طبعا كل ملك اما كان بيمسك الحكم كان بيسك العملة باسمه، كان طبعا صورته بتتحط عليها. ايام زمان الناس كانت بتحاول تعيش حوالين السيول او حوالين الانهار عشان تقدر ان هي تزرع وتعيش. انا كلامي مبسط لاني انا كنت جاي اتفرج، يعني مش جاي ان انا اعمل فيديو او انزل حاجة على كده على اليوتيوب. فانا يعني منزهل جدا. ازاي بقى ان الحضارات كانت بتتبادل مع بعضها؟ يعني مثلا زي الحضارة المصرية الفراعنة، او حضارة اليونان، او الصين، او البلاد عامة، يعني الحضارات ازاي كانت بتتقابل مع بعضها. وطبعا الحضارة الفرعونية كده كل اللي بيتعرض ده اثر فرعوني. ده معبد. فبصراحة أنا مليت من كتر ما واقف قدام الشاشة، يعني من كمية الأثر اللي بتتعرض. حاجة جميلة جدا. بس يلا نشوف حاجة تانية، رغم إن أنا مصور كل ده. بس بصراحة أكتر حاجة شدت انتباهي عرض البانوراما ده. أنا نزلت تحت صورت تحت، بس تحت ما كانش باين لأن من فوق أحسن. ده هنا متحف الحضارة المصرية على مر العصور، على مر العصور. طبعا الشاشة اللي أنا كنت واقف عندها كانت بتعرض باللغة الإنجليزية، هنا بتعرض بالعربي، نفس برضو الحضارة اللي هي بتعرضها ديت التجارة، تمام. بس هناك كانت بتعرض باللغة الإنجليزية، هنا بتعرض باللغة العربية. كل ديت صور للتجارة، ازاي الناس كانت بتقدر تتنقل وازاي الناس كانت بتعيش. ودي الحياة الثقافية، ازاي كانوا بيتعلموا. قلنا برضو الحياة الثقافية، الحياة الثقافية برضو، الحياة الثقافية. أنا أول مرة يعني أشوف يعني حاجة زي كده، يعني مهتمين بكل حاجة، بكل التفاصيل، كل حاجة. احنا ده صورناه هناك كل ده، بس طبعا هناك كان بيتعرض باللغة الإنجليزية، فما كنتش عارف أفسر إيه المكان بالظبط. ده شكل العمارة، يعني ازاي كان عندهم فن وهم بيبنوا
القصور او المتاحف او المقابر او المعابد، حاجات كتير. شوف المتحف، دي مسلة، دي الحياة الدينية، كل ده طبعا معابد. كل دي الحياة الدينية، كل اللي بيتعرض ده الحياة الدينية. ممكن ارجع ورا سنة. شوف شكل المسلة كان طويل قد ايه. دول اشهر حكام اللي حكموا مصر من البطليموس، هم طبعا اليونان، الحضارة اليونانية. في حاجات كتير انا ما كنتش صورتها، لان طبعا من كتر الاثر اللي كنت بتفرج عليها. دي برضو شاشة عارضة برضو للايه، للخريطة. ان شاء الله هننزل لكم الفيديوهات دي في اسرع وقت، ان شاء الله تقدروا تستفادوا منها، ان انتوا تقدروا تيجوا تزوروا المتحف. بصراحة مهما نصور ومهما نصور باعلى جودة وباحسن كاميرات، برضو عمرها ما هتجيب الحقيقة زي اما بتيجي تشوف بعينيك. ده برضو شاشة عارضة. ما كنتش انا صورت هنا، ده ما كنتش انا صورته.
ده كان بتر الصابع تقريبا. في حاجات كتير انا ما صورتهاش يعني من كتر الاثار، كتر الحاجات الاثريه اللي انا يعني بصور فيها. انا بقالي اكتر من ساعه ونص في المتحف بصور. صراحه كان نفسي اصور الموميا، وكان نفسي اصور موميا فرعون تبقى عظة. آه، آه، بس طبعا هم يعني في المتحف هنا ممنوع ان هم يصوروا مومياوات، فما كانش ينفع ان انا اصور مومياوات. يعني تعليمات الامن لازما تنفذ. ده البطالمة كله، بطليموس. طيب ده الاسكندر الاكبر. هذا صار قبل 2 سنة. طبعا بقى هنخرج ان شاء الله نيجي نزوره تاني. انا بصراحة حبيت المكان ومش عاوز امشي بصراحة. تعليمات. طبعا السلم ده نزول تحت عند البانوراما تحت والمومياوات، بس طبعا ممنوع التصوير. فانا نزلت تحت واتفرجت. كان نفسي ان انتوا تكونوا معايا عشان تتفرجوا على المنظر ده، فاتمنى ان انتوا تيجوا تزوروا وتشوفوا تاريخ بلدكم، عشان بصراحة كلمة مصر ديت ام الدنيا ما بتجيش من فراغ. فعلا احنا ام الدنيا. احنا كده بوابة الخروج، كل ده خروج خروج. احنا كده خرجنا كده برا. فده العرض اللبس برضو، ده انا صورته في اول الفيديو خالص، بس طبعا نصوره تاني، نصور الجمال ده كله. ممكن نروح الجانب ده برضو. انا ما جيتش هنا الجانب ده، ما جيتش هنا، بس ممكن برضو نصوره. ده لوح. طبعا السجادة. كل دي لوح.
وممكن نيجي هنا عند الشاشة هنا هتعرض لنا اكتر، لان طبعا في زحمة، فمش عارف اصور من الزحمة، ان الصور طبعا مش هتطلع حلوة. طبعا لان كمية سياح كتير وزحمة كتير، ده يدل ان مصر دولة عظيمة، دولة صناعة تاريخ، مش كلام لأ، بالفعل. بالدليل طبعا ان في سياح جايين يشوفوا عظمة الدولة. ده شكل الزي الفرعوني اما اعتقد يعني. سمعنا الموسيقى دي لوحدها حاجة عظيمة. ده شكل الزي المصري الفرعوني يعني. شكلهم حلو أوي، كيوت. اضحكوا يلا ناخد لكم صورة، اضحكوا. طبعا ده كان السرير والأدوات الشخصية اللي كان بيستخدمها. ده سرير ده ولا كنبة يا جدعان؟ ده كان الحذاء اللي كانوا بيلبسوه، حذاء الملك وحذاء الملكة، الصناديق الخاصة أو البوكسات اللي كانوا بيحتفظوا بها بالمجوهرات بتاعتهم أو أدوات التجميل بتاعتهم. صراحة أنا مش لاقي كلام أقوله على اللي أنا بشوفه ده. ده طبعا كان الملابس بتاعتهم أو المفارش بتاعت آه، بتاعتهم. وطبعا ازاي اهو. ده زي بقى على مر العصور كلها يعني، مش عصر محدد يعني. طبعا في حاجات برضو، في لوح فوق برضو. معلش لو